هذا الموسم. العين والجزيرة 90 دقيقة لم تكن كافية لأن تحسم نتيجة هذه المباراة. الآن في الكاميرا العلوية من أعلى نقطة في هذا المكان لركلات الترجيح ما بين العين والجزيرة هنا في ملعب الوصل. من يصل إلى لقب السوبر جان سمواه الذي أضاع الكثير من فرص هذه المباراة سينفذ الركلة الترجيحية الأولى. الآن 5 ركلات، هل نصل إلى ال5 في الفريقين أم أنها تحسم قبل ذلك؟ علي خسيف وداود وجها لوجه الآن. من يرجح كفة فريقه من حراس المرمى؟ جانا سمواه في الركلة الأولى، الركلة المهمة جدا والتي تضع الفريق في الطريق الصحيح في بداية ركلات الترجيح. كوزمن بنظرات لا يستطيع أن ينظر إلى الملعب. اللاعبون بالدعوات بالآمال بالأعصاب من يكون الأكثر هدوءا والأكثر تركيزا؟ جانا سمواه اللي لما تحتاج تلقاه، لما تحتاج تلقاه. ضاعت فرص المباراة لكن الركلة الأولى تنفذ بنجاح. السمواو هدافهم في الموسم الماضي. الجني يظهر في الركلة الأولى. كوزمن يتنفس. الركلة الأولى تنفذ للعين بنجاح. شايف هنا فرحة السمواء ونشاهد الآن الركلة الأولى. إبراهيم الدياكي، إذا إبراهيم الدياكي أيضا اختصاصي ركلات الترجيح بالنسبة لفريق الجزيرة. كل مدرب يضع في الخيار الأول أفضل من ينفذ الركلات بعد خروج دلجادو. أيضا نشاهد إبراهيم الدياكي محاولة أيضا للحفاظ على الهجوم. الموسم الماضي خسر الجزيرة بركلات الترجيح. دياكي يتقدم، الله يا جاكي، ال10 يعدل النتيجة ويضعها بكل هدوء وبكل ثقة، ويضع ركلة الترجيح بنجاح ويتجه إلى علي خسيف لكي يرفع من معنوياته. الكرة في زاوية والحارس في زاوية. ركلة بركلة. بوناميكو عايض مفقود أعصاب انتظار إبراهيم الدياكي اللي عاصر كل ألقاب فريق الجزيرة من أول بطولة كانت في تاريخ النادي بكأس الاتحاد. الآن كيمبو إيكوكو سيتقدم لتنفيذ هذه الكرة والآخر ضاعت منه فرص خطيرة في المباراة. جرس كيمبو إيكوكو ينفذها بنجاح بكل هدوء. العين 2 من ركلتين ويتجه إلى حارس المرمى. رحل سيكوكو وأتى إيكوكو، قدم ظهورا أول ممتاز بالرغم من عدم التسجيل، لكنه قدم مستوى جميل في هذه المباراة قياسا ببداية موسم. الركلة الثانية تنفذ بنجاح. الآن نشاهد الركلة الثانية. فرناندينيو المحترف في فريق الجزيرة الآن بالقدم اليسرى وسط الصافرات التي تحاول أن تؤثر على اللاعب فرناندينيو، والجماهير الجزراوية تحاول أن تؤثر على حارس المرمى. الآن نشاهد فرناندينيو بالقدم اليسرى يتقدم، الله ضاعت فرحة عينوية كبيرة جدا. مدرج الزعيم يهتز، القدم اليسرى ترسلها خارج الملعب في ظهوره الأول، لا ينجح في هذا الحضور. كرة من فرناندينيو، جماهير العين بفرحة كبيرة. ضاعت ركلة الترجيح من قبل اللاعب فرناندينيو لتبدأ الأفراح في جماهير العين. ركلات لم تنتهي بعد، ولكن الآن رادوي في الركلة الثالثة أيضا من الاختصاصيين، لعب بالأجانب حتى الآن بالنسبة لفريق العين في ركلات الترجيح. من الرادوي زورو، هل من زيارة ثالثة في شباك فريق الجزيرة؟ زورو، الله، في المستحيلة، في البعيدة، بكل ثقة. زورو الزعيم قائدهم، قاطع الطريق لهم، يعرف الطريق لهم أيضا. رادوي يضع الثالثة بنجاح. العيناوية بفرحة كبيرة يقتربون. سلطان برغش بركلة صعبة جدا بأعصاب كبيرة. انظروا إلى كوزمن
انظروا إلى الفرحة، انظروا إلى الكابيتانو، إلى الليدر، إلى القائد. هذه الجماهير البنفسجية، الجماهير العيلوية. الآن من يا ترى؟ سلطان برغش هو الآخر من الاختصاصيين في التنفيذ. سلطان برغش سنشاهد ركلة الجزاء، يتقدم بيلعب لك كرة. يا لعيب، يا كبير يا سلطان، يا ممتع، يا ثقة، يا برودك يا سلطان. الله يا برغش لم يكترث لأكثر من 10,000 في الملعب، الظروف، الأوضاع. الله على الهدوء، الله على جبل الجليد. ما شاء الله يا سلطان. الحارس في زاوية بكل ثقة. سلطان برغش يضع الركلة بنجاح. الركلة الرابعة للعين، الركلة الرابعة للعين. عمر عبد الرحمن القمر الصناعي، عمر سات يبحث عن التردد. آل خصيف يتصدى، سبايدر مان يظهر. الجزيرة يعود بفرصة التعديل. ضاعت من عمر العمودي، ضاعت الفرصة، ضاعت الركلة. آل خصيف يظهر في الموقف الصعب. قفازه يذكرهم بموسم الثنائية، يقول فعلت ما عليه، عليكم أن تكملوا ما تبقى. ضاعت لتستمر الإدارة من جديد. من يا ترى سيتقدم لهذه الركلة؟ هل هو ريكاردو أوليفيرا؟ هل هو ريكاردو أوليفيرا؟ هل يعدلون النتيجة؟ ريكاردو يتقدم. يا لعيب، يا فنان، بالقوة، بالثقة، يضع الكرة في الزاوية. الجزيرة يعدل النتيجة لتصبح النتيجة الآن 3-3. 3-3. الأعصاب تستمر، العيون، كل من في الملعب واقفا في هذه اللحظة. الإثارة تستمر، البطولة لا تنحاز إلى طرف. فرحة الجزراوية. هذا السوبر أوليفيرا ينفذ الركلة بنجاح ويضع الكرة في المرمى. الآن الركلة الخامسة للجزيرة، الركلة عفوا للعين، الخامسة للعين. فارس جمعة المدافع يتقدم والجماهير تنظر وتترقب. فارس جمعة يتقدم، يضع الكرة. الله، ليلة الصيف، ليلة سبايدر مان، ليلة القفاز الذهبي، ليلة الحارس الكبير. آل خصيف قلبها، آل خصيف أعاد الأمور لمصلحة الجزيرة من جديد. ضاعت من فارس، لكن آل خصيف هو الفارس، هو الفارس، هو الفارس. الركلة الخامسة للعين ضاعت، الخامسة للجزيرة. هل ينفذونها؟ هل يسجلون اسمهم في أبطال السوبر لأول مرة في تاريخ الجزراوية؟ الخامسة بالقدم اليسرى، عبد الله موسى، عبد الله موسى. الركلة الخامسة. الله يا داوود، يا داوود، لست وحدك يا خصيف، لست وحدك يا علي. داوود يشترك في النجومية، داوود يعيدهم، داوود يقول لهم لا تخرجوا من الملعب، لا تخرجوا من الملعب، ابقوا، ما زلنا نريد هذا اللقب، هذه البطولة. انظروا إلى الجنون، إلى الإثارة، إلى الدراما، إلى الأكشن، إلى الاستمرار في هذه المباراة. إذا من 5 إلى 5 كل فريق ضيع ركلتين. الآن ركلة بركلة، نتيجة مستمرة 3-3. من يا ترى على التنفيذ؟ محمد أحمد، الموسم الأول، ظهور الأول مع العين في هذا الموسم. محمد أحمد يلعب لك كرة. الله، بنجاح، بنجاح من ظهيرهم وظهرهم في المرحلة المقبلة. الظهير يضعها في ظهر حارس المرمى مسجلا ركلة للعين. إن ضاعت الآن من ياسر مطر فإن العين يصل إلى البطولة رقم 27. نشاهد ياسر مطر، يا لها من إثارة مستمرة في هذا السوبر، يا لها من بداية لموسمنا في هذا الموسم وفي هذا اللقاء من
افتتاحية، مباراة خلت من الأهداف لكنها لم تخلو من الإثارة ولا من المتعة ولا من الأجواء الجماهيرية. ياسر مطر جبل من الضغوط تحاصره في هذه اللحظات. ياسر مطر يتقدم الآن، الله بالقوة بالقوة يعيد الجسراوية من كل ما تملك يمينه من قوة، وضعها بكل قوة على يمين حارس المرمى لتستمر الأمطار، ويذهب إلى خسيف ويقول افعلها يا خسيف، اتركها يا خسيف على مستوى التصدي. ياسر تيسرت أمور الجسراوية معه لكي تستمر النتيجة بالتعادل. وبعدين إذا ما وراكم شيء نحن ما ورانا شيء، ما ورانا شيء، مستمتعين. البطولة حتى الآن لا تنحاز. محمد عبد الرحمن أخوك ضيع، ماذا عن محمد؟ الله حتركها على السيف، حترك في التصدي، ليلة يتجلى فيها هذا السنايدر، هذا القفاز. الأخوان عبد الرحمن أضاع بركلات الترجيح. عارف سيف فعل ما عليه وزيادة يعطي الجسراوية فرصة أخرى لإنهاء المهمة. ضاعت من العين، فهل ينهيها الكوري صاحب العيون الضيقة؟ هل يرى بعيدا؟ هل يرى البطولة؟ انظروا إلى التوقيت، ضاعت يا محمد. تصدى علي الكوري صاحب العيون الضيقة، هل يرون من خلاله لقبا؟ الكوري يا رباه مستحيل. أي جنون، أي إثارة، صدقوا أو لا تصدقوا هذا المشهد. سيف يتجلى وداود يتصدى ويرد. مباراة الحراس من وقتها الأصلي لركلات الترجيح. داود يتعملك، سيف يتألق. قمة السوبر داود، السوبر سيف. ضاعت من الكوري صاحب العيون الضيقة. انظروا إلى الجماهير جل جنونها الآن. انظروا إلى داود أمام السيف وجها لوجه يريد أن ينهي المهمة. داود الحارس يعرف للحارس، يضعها داود ويستمر في التألق. الحارس يضعها في المرمى الذي يريد أن يبعدها منه الآن. الله يا داود، مباراة كبيرة، يوم كبير. وضعها بالقوة في نصف المرمى الذي ينجح السيف. العين الآن يتقدم، النتيجة مستمرة في الركلة، قد تصل الآن إلى 7 والثامنة. ضاعت الأوراق، ضاعت الحسبة. خلونا ركلة بركلة في هذا المشهد، في هذه الإثارة، في هذه الليلة الكبيرة، في هذا السوبر الكبير. سوبر الحراس سالم مسعود الظهير الأيسر ضيع. ماذا عن الأيمن؟ سالم مسعود يضع الكرة في القام. العين ما تشبع نظر، العين ما تشبع نظر. العين بطل